في منتصف الليل دق الباب، فخرج النبي فوجد جبريل. خيرا، قال استعد فإنك ضيف الله هذه الليلة. فارتدى النبي أعظم ثيابه وخرج إلى باحة المسجد الحرام، فوجد ميكائيل ومعه البراق، دابة أعلى من الحمار وأقل من البغل، وهي وسيلة تنقل الأنبياء جميعا باستثناء داود وسليمان، لأن الله سخر لهما الريح. فلما أقبل النبي ناحية ميكائيل ورآه البراق انخفض كرامة وحياء للنبي محمد. ركب جبريل وركب النبي وركب خلفه ميكائيل، وانطلقوا من المسجد الحرام بداية الإسراء قاصدين المسجد الأقصى في بيت المقدس في القدس الشريف. والقدس قديما كانت تسمى إلياء ومعناها بيت الرب. وصل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئ بالأنوار في المسجد الأقصى والزينات